ما تعرفنا رجال شوف عيشتنا اللي بدت عشرتنا سوليدير جسكالا. معناها جمعية خاصة 7 طرح على بعضهم، والاخر يقول لك ربي يفرج على المخلوفي. بالنسبة لي له هو السياسي تطيح للديفيزيون 2 عادي، المفيد المخلوفي. معناها استغفر الله العظيم يلزمنا في صفاقس بعد ربي نوليو نركعوا للمخلوفي وكو هو ربي يفرج عليه. يا معلم انا تأجل القضية مرتين 3 مرات اخرين، ايش نعمل انا؟ معناها نمشي انا للحضيض حتى يخرج سي المخلوفي. هذا هو معناها. انتم بالنسبة ليكم شعبان والمخلوفي ما يتسبوش، سي المخلوفي ونسيبه لزلك ما يتسبوش، والجمعية عادي تمشي للحضيض تمشي ما يقلقكمش. معناها اخر همكم المفيد ربي يفرج على المخلوفي. احنا كجمهور اللي تجلط في استاد مات يمشي كلب هكا مات هكا ما يفرجش عليه ربي وعلى والديه، واللي دخل الحبس على خاطر نغر على ولد جمعيته يا دحمان وشد وخسر من عمره قداش من نار هكا بول عليه كلب هو وعائلته زاد ما يفرجش عليه ربي. والجمعية اللي مشيت للهاوية بول عليها. المهم ربي يهودي يحيى المخلوفي. تو بعد ما نركعوا ربي نعملوا ركعتين المخلوفي. هكا تحبوا معناها انتم؟ يبقى خماخم الله يرحمه اللي اعطاه من قلبه ومن دمه شبع سب وخرج. اما السيد هذايا اللي خلانا في فراغ وخلى نسيبه سير في الجمعية من باريس بالتليفون هكا لا. معناها مانيش عارف انا المخلوفي شو عامل لكم باش تدافعوا عليه. الراجل في ضيق. انا بالنسبه لي ربي يفرج عليه. انا اعطيني جمعيتي يا معلم. انت كانك خرجت في فيفري تقف لجمعيتك وتصلح الاغلاط اللي عملتهم مرحبا بك. ما بيني وبينك حد شيء وما عندي علاش باش نسبك راهو عادي بعد خساره وناس شاعله اسمه. اما بالنسبه لي انا ما عملت لي حتى شيء، لا ضربيتني لا عندي معك حتى علاقه راهو. ان شاء الله تطلع خاطيك وتخرج وربي معك. انا بالنسبه لي الى متى تتكلم كلمه لا المخلوفي باهي المخلوفي شنو الحل؟ هات نبدلوها النادي الرياضي الصفاقسي بالمخلوفي ولا نبدلوا لها اسمها المخلوفي. مانيش فاهم معناها انا شنو وين تحبوا توصفوا الاخر. يا ودي افهموا راي ريتها شفت الجمعيه وقت يوصل الاعمار نتاع الجوارات فوق 30 ولا 40 سنه وتبدا مشتله كامله تمشي وتجي مشتله جديده يلزمك تشبيب في السياسي هكا صار. منصف السلامي عمره ايش اسمه ايش 80 سنه. سير منصف خماخم الله يرحمه. الزحاب فوق 70 سنه. عبد الناظر كيف فوق 70 سنه وهارب. معناها هذا يلزمكم تستوعبوه. يلزم ما نعرفش انت القانون الداخلي نتاعك تبدله وتطلع ناس تطلع رجال اعمال صغار وتدز معاهم. معناها هذه يلزمكم تفهموها. راهو فارس هاي منصف خماخم متوفى. السلامي مسكين ربي يفرج عليه مريض عمره فوق 80 سنه. رجال الاعمال اللي كانت خبزه قطو في وسطهم كل حد ياكل منها مره قد ما عاملينها كي خبز قطو في بيناتهم. مرات الزحافه تطيح بها الدنيا كذا يشدها. عبد الناظر يكون ممنوع من السفر وكذا يشدها باش يتغطى وكذا عاملينها كي خبز. توا هذم كبروا ساي وفاو السياسات وفات الرجال الكبار اللي كانوا ساي كبروا اللي عمره 80 واللي مات توفى ربي يرحمه واللي هارب. توا يلزمكم تلقاو حل. هابط خويا القانون الداخلي نتاعكم بدلوه. شوفوا كيفاش تلقاو بريزيدون يقفوا مع الناس الكل. هذا هو اللي لازم يصير. انا كل ضربتين هاي تاجلت القضيه هاي تاجلت ومن بعد توفى السيزون انت في فراغ تو ما عندك حتى انسان مؤهل باش ياخذ جوار ولا يبيع جوار ولا يتصرف. ما فهماش الراجل ربي يفرج عليه. انا اعطيني شنو الحل؟ مش اللي يجي يسب حسن شعبان تيقفوا له في حلقه كيشوكه لا ما تسبوش لا. ايه ما شكون نسب انا؟ هات نسبك انت. شنو هو الحل معناها يا معلم؟ مانيش كيفك يا معلم. ما احناش كيف انا وانت يا معلم. تخسر السياسات دمك بارد تمشي ترقد. انا يا خويا نشعل. انا نخسر واحد من عائلتي وما نخسرش خساره في السياسات. انا هكا هو دمي سياسات. ما احناش كيف يا معلم. انت دمك بارد انا دمي ماهوش بارد. انا نمرض كي تخسر السياسات. تجي تحكي ما ربي يفرج على المخلوفي وش فيه خماخه ما قلتوش ربي يفرج عليك كي اعطاه من قلبه ومن دمه. انا واحد من الناس سبيته خماخه واعتصمنا وخرجنا خاطر ضرب السياسات. السيد هذايا المخلوفي هو بيرسونيلمون ما عنديش معاه مشكله يا خويا نسيبه قاعد يفلق فيها ويضر فيها السياسات.
يضر فيها، نسيبه قاعد يضر فيها حسن شعبان. تحب نقف معك خويا ربي يفرج عليك، اخرج انت من الحبس وصلح وخلي الاشخاص المناسبه في المكان، وتو نقفوا معك، والله ما عندي معك حتى مشكله وندز معك. مش الجمعيه ماشي للفراغ يجي يتكلم ربي يفرج على المخلوف، يا ربي ما تسبش نسيبه. تشنو فيقوا على وضعكم يا معلم؟ توفيت السياسات، شكون قدم رجال الاعمال الكل اللي في الحبس واللي توفى؟ حاتم الشعبوني في الحبس، المخلوفي في الحبس، عبد الناظر هارب، فتحي النيفر هارب، منصف خماخه متوفى. شكون قد؟ فيقوا وفهموها، هذه راهو في الساق وفات. ما عليكم كان تهبطوا القانون الداخلي تاعكم تبدلوه وتقفوا مع شكون جديد والناس الكل. يا اخي زبير بيا عنده فلوسه في ليتوالا، بالكش عنده فلوس زبير بيا. كي تقارنوا انت بحسين بعثمان الجنيح ولا تقارنوا برضا شرف الدين، عنده فلوس زبير بيا؟ ما عندوش. اما وقفت الرجال الكل وقفت، ما حاطين هذوك، حاطين ناس تفهم كوره، حاطين امين الشرميتي، حاطين زياد الجزيري، حاطين منير بوقديده. مش كيف نحن اللي يجي يجيب لي مشكله نتاعو من الشركه نتاعو ولا من صحابه ما يفهموا حد شيء في الكوره يحطوا مسؤول. تفيقوا على وضعكم سيبنا.